السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، ونتمنى لكم باش ما تمنيتوا إن شاء الله اللي كتمناو في خاطركم الله يحقوا لكم إن شاء الله يا ربي. الله يشافي جميع مرضى المسلمين، والله يرحم جميع المسلمين إن شاء الله. المهم أخواتي، اليوم هذا الفيديو خاص الصبلي ديال لا كونفيتور ولا الصبلي ديال بالكراميل. كنتمنى تدعموني بلي لايك ديالكم باشتراك اللي باقا ما اشتركش في القناة، فتابعوا معايا الفيديو. فبسم الله توكلنا على الله. بالنسبة للأخوات اللي كيسولوا لي على الزبدة، فهذه هي النوع اللي كنستعمل أخواتي، النوع ديال ليدل. هذا النوع هذا رائع بالنسبة للحلويات، أي حلويات تقدروا تستعملوا هاد الزبدة هذه. فأنا هنا غادي ندير عجينة كبيرة ديال 3 كيلو ولا 4 كيلو ديال الصابلي. فدرت هنايا نص كيلو ديال الزبدة، تكون لينة باش تسهل عليكم الخدمة. ودرت 2 كيسان حتى ل2 كيسان ونص ديال السكر كلاص، ولا بغيتو ديروا نص سكر كلاص ونص سكر حبيبات، ولا ما عندكمش سكر كلاص يمكن لكم طحنوا السكر حتى يرجع بودره. وغادي نزيد هنايا 2 كيسان ديال الزيت العاديه. وغادي غادي تزيدوا المهم ولا بغيتو انا نزيد هنايا 3 د الفرماجات، يعني الفرماج مثلث، اي فرماج عندكم فكيعطي واحد النكهه رائعه لهاد الصابلي هذا. وغادي نزيد 5 ديال البيضات، ولا عندكم حجم كبير ديروا غير 4. فانا كنعطيكم المقادير ديال 3 كيلو ونص ديال الصابلي. نتوما يعني قسموها على 2 ولا 3، ولا بغيتو ديروها غير راسكم. فانا بالنسبه للنكهه اخواتي غادي ديروا النكهه اللي بغيتو. فانا عندي المشكل في النكهات، ما كنلقاش النكهات. غادي ندير زبده ديال سبيكيلوس كيف دائما، فكتعطي واحد المذاق وواحد يعني الكو زوين للصابلي. فصافي اخواتي غادي نبدا نزيد في الدقيق حتى كنحصل. ولا غادي نزيد شويه ديال الخميره، بغيتو ما تستعملوش الخميره ما تستعملوهاش. كاينين الناس ما كيستعملوش الخميره ديال الحلويات في الصابلي. فانا الصراحه مولفه من النهار الاول كنستعمل شويه ديال الحلوه، عفوا ديال الخميره، ما نقدرش نستغنى عليها. كنقول نهار فاش ما نديرش داك الحلوه يمكن داك الصابلي ما غاديش يخرج ليا كيف كان كيخرج ليا دائما. فكندير دائما داك نص معلقه ديال الخميره ديال الحلويات. فهنا غنبقى نجمع في العجينه ديالي، ما ندلكهاش اخواتي، غير نجمع وصافي حتى كيتجانس، حتى يعني يتوضر لينا داك الدقيق صافي. وما تقصحوش العجينه، حيت ولا قصحتوها بزاف غادي يبقى يتفرتت معاكم الصابلي وغيصعب عليكم في الخدمه. وما تخليوش عاوتاني يكون بقى خصو الدقيق. فهنا غير نحصلوا على العجينه تكون لينه تكون رطبه صافي اخواتي. وغادي ندوز ديريكتومون نخدم في العجينه ديالي، ما نديرها لا في الثلاجه لا حتى شي، يعني ما نخليها ترتاح لا والو. غادي نخدم العجينه ديالي ما بين بلاستيك وبلاستيك، او لا ورق ديال الزبده ولا عندكم. فهنايا انا غنختار هاد الرشمات هادو اللي وريت لكم، اي رشمه عندكم يمكن لكم تستعملوها. فانا غادي نستعمل الرشمات يعني مختلفين باش ندير يعني الصابلي كل الشكل، يعني ندير كل شكل يعني من هاد الصابلي هذا. وكنطلق العجينه ديالي اخواتي كيف ما كتشوفوا. غادي ندير واحد نص، مهم كل شكل كندير به نص كيلو او لا 700 غرام. فغادي ندير هذا الشكل هذا دائري اللي كيكون عنده داك اللي كيكون متقوف في الوسط، وكنعمروه بلا كونفيتور اللي كتكون عليه طلبيه كبيره وكيعجب بزاف ديال الناس، واللي كيكون عليه هكا السكر من الفوق. فمهم غادي نبقى نحسب، يعني غادي دير. المهم اخواتي نتوما يعني تشكلوا وتحسبوا شحال خصكم ديروا باش يجيو لكم الحساب هو هذاك. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، وغادي ندير واحد الشكل اخر. هنا اخواتي بغيتو ديروه غليظ، فانا الصراحه ما كيعجبنيش داك الصاب اللي كيكون رقيق، ما كيكونش
يعني ما كتبقى فيه حتى شي حاجه. كنديرو شويه غليظ، ما غليظ بزاف ما رقيق، يعني حتى كيكون رقيق بزاف كنديرو ما بين وبين. وإلا بغيتو ديرو غير وحده ما تلصقوهمش، يعني ما تلصقوش جوج مع بعضياتهم، فديروهم غلاظ. وإلا بغيتو تلصقوهم على بعضياتهم فديروهم شويه رقاقين، ماشي رقاقين بزاف. فهنا درت هاد الشكل هذا اللي كيكون بهذا الشكل هذا، حتى هو كيكون متقوب هكا في الوسط، ماشي في الوسط على جهه وحده، كيعطي الشكل زوين حتى هو. هانتوما اخواتي الصبلي ديالنا راه ما كيتهرس معانا ما والو، غير بشويه راه ما كيبقى، يعني ما كان يبقى يبرد ولا يرتاح ولا حتى شي حاجه. غير كنخدم ديريكتومون، يعني كنخلط ديريكتومون كندوز نخدمو. وهانتوما راه ما كيتهرس ما والو. ومن بعد غندوز عاوتاني وندير هاد الشكل هذا عاوتاني كيجي رائع حتى هو، كيعطي المنظر. المهم غير باش نخالف الاشكال وصافي، ما نديرش 3 كيلو ديال الصابلي شكل واحد ولا جوج ديال الاشكال. فمن بعد غندوز عاوتاني ندير هاد الشكل ديال المربع. ومن بعد غادي تلعبوا نتوما يعني في المذاقات ولا يعني في التزيين. فكما كتشوفوا اخواتي من بعد داك المربعات حتى هما تقبتهم في الوسط. ومن بعد ما طيبت لي صابلي ديالي كاملين، فهانتوما كيجيو يعني لا كولور واحد، كيجيو محمرين ما محمرينش بزاف، يعني ما كيبقاوش بويض. صافي من بعد ما كملت كل شيء الطياب، ودابا غادي ندوز باش نزينهم. صراحه البنات اللي بغات تخلي يعني بحال النهار غادي تشكلوا الصابلي ديالكم، ديروه في واحد البواطه، ومن بعد غتخليوه حتى الغدالي عاد دوزو باش تشكلوه. هنا كنوريكم اخواتي الصينيه ديال الكعابه ولا ديال الحلوه اللوز اللي كنت قدمت لكم في الفيديو قبل. الصراحه داك الحلوه ديال اللوز راه كنت درتهم نفس النهار مع الصابلي، وعلى داك الشيء كنت كنوريكم كنقول لكم باللي درتو على برا باش يبس معايا الحلوه. وهنا يا اخواتي كيف ما قلت لكم غادي ديروه في واحد البواطه وتخليوه حتى الغدا ليه وتزينوه باش ما يصعبش عليكم يعني الخدمه. وانا جبرت راجلي كاين وبنتي حتى هي، وقلت غادي يعاونوني باش نكمل هذا الشيء كله. كيعجبني ملي كندير شي حاجه نكملها، يعني نكمل داك الشيء كله، كنقاد كنوزن داك الشيء وكنديرو في لي بواطات ديالو باش كنكون مهنيه غدا ليه. غير كتجي الكليانه كتاخذ الحلوه ديالها بلا ستريس بلا والو. وصافي اخواتي هنا غندوز باش نزين لي الصابلي ديالي. فغادي ندير النص، درت واحد البابي ديال الفران، درت عليه السكر كلاص، درت عليه السكر كلاص. والشكل اخر غادي نزينوه. هنا عندي اللوز مهرمش ومحمر، فغادي ان شاء الله في شي فيديو اخر غادي نوريكم طريقه ديال كيفاش ديروا اللوز مهرمش. كيجي رائع، ما كيجيش يعني شي رقيق شي غليظ، كيجي حبه وحده. وغادي نقدم لكم اخواتي الكراميل ديال الدار بلا ما تشريوه، ساهل، ما كيحتاج لا كريمه لا حتى شي حاجه، غير بكاس ديال الحليب. ان شاء الله غادي نخصص ليه الفيديو بوحده ونقدم لكم هذا الشيء ديال التعليقات وكل شيء. اللي بغات شي حاجه تخليه ليا في التعاليق ان شاء الله. فهذا هو اخواتي، كنزين كندهن الحلوى من الفوق بالناباج والجلوك يعني الجليكوز عفوا. كنسخنهم ومن بعد كندهنهم من الفوق وكنفندهم في اللوز. ومن بعد كندير في الوسط الكراميل وكنغطي ليها، يعني كنلصقها فكتجي يعني ما بغيتش ندير ليها كل شيء بلا كونفيتور، فقلت نغير ليها المذاقات. وبالنسبه اللي درت عليها السكر فغادي ندير عليها لا كونفيتور اللي درته في الكاسرونه حتى سخون بزاف مزيان. زدت عليه واحد معلقه ديال السكر، واحد نص معلقه ديال ملون غذائي باش كيعطي لينا داك اللون اصفر او اللون احمر. وصافي كنزين الحلوه ديالي كيف ما كتشوفوا اخواتي
راه راجلي كيعاونني وبنتي، وقلت غادي نكمل هاد الشي ان شاء الله باش نبقى مرتاحه. الصراحه ماشي الصابلي، يعني ماشي العجينه ولا الطياب ولا اللي كيدي الوقت، فالوقت كديه التزيين اخواتي، التزيين اللي كيدي الوقت. يعني الصراحه راه كيدي شويه ديال الوقت، اما الصابلي راه كيكون ساهل. وصافي اخواتي، هذا هو. حيت الاخت اللي بغات هاد الصابلي هذا قالت لي دخلي لي فيه شويه ديال اللوز، وديري لي نص لوز ونص بالسكر. فعلى داكشي ما بغيتش ندير ليها شي شكل اخر او لا بشي حاجه، حيت ما بغاتش الشكلاط. وهذا الشيء اللي لقيت، فدرت ليها النص باللوز، والنص بلا كونفيتور والسكر. فبالنسبة للثمن أخواتي، بالنسبة لهذا الثمن هذا ديال الصابلي، فأنا كنحسب ليه 15 أورو، لا باللوز لا بلا لوز، حيت أصلا 15 أورو شوية، يعني الثمن مناسب. وزدت يعني التزيين باللوز، فخليت ليها الثمن هو هذاك. واخا هكاك الانسان كيربح فيه الحمد لله. ف15 اورو الكيلو اخواتي، اللي بغات يعني تاخد فكرة على الثمن هكا، باش اللي بغات تخدم شي كوموند ولا. وصافي هنا كنزين بلا كونفيتور، درت كونفيتور ديال المشماش حتى هي، زدت ليها معلقه ديال السكر وشويه ديال لا كولور او لا ملون غذائي كيكون برتقالي. فالمشكل اللي عندي انا اخواتي، كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، عندي المشكل ديال الملونات او ديال النكهات، فكما ما كنلقاش الصراحه النكهات. فهاد الملون لقيته غير في اكسيو، ولكن خصك ديري كميه كبيره باش تحصلي على واحد لا كولور او على واحد اللون كيكون زوين. فيلا لقيت واحد السيت انترنيت، يلا كومونديت شي ملونات، فغادي نقيسهم ان شاء الله، نشوف واش يعني زوينين، ونشوف واش داك لو سيت زعما فيها، يعني ديري فيها كونفيونس، يوصلوا لك داك لا كوموند للدار ولا لا ان شاء الله، ونتقاسمها معاكم مره اخرى باش تبقاو تكومونديو منها. فالصراحه فيها الحوايج ديال الحلوى، داك ليمول ديال الحلوى، فيها كل شيء كيكون رخيص احسن من لي سيت اخرين. فهادم هما هذا هو الصبلي ديالنا اخواتي. الصراحه كيجي رائع، داك اللوز كيجي مقرمش لداخل، والصبلي كيجي كيدوب في الفم. فكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، وكنتمنى تكونوا كتستافدوا من الفيديوهات ديالي ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف ديال الاخوات قالوا لي باللي درنا داك الفطائر الترك وعجبوا لكم. فهاد الشيء اللي بغيت اخواتي، نبغي ان شاء الله تقيسوا الوصفات ديالي ويصدقوا معاكم ان شاء الله 100%. مادام كيصدقوا ليا فاكيد غادي يصدقوا لكم. فهاد الشيء كنعطيه لكم من قلبي اخواتي. كنتمنى ان شاء الله تدعموني غير بلي لايك ديالكم، باش حتى الاخوات اخرين يستافدوا. وكنبغي منكم غير الدعاء ليا. صافي هادشي اللي بغيت منكم اخواتي. فكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما نكونش كثرت عليكم الهضره. واللي بغات شي حاجه تخليه ليا في لي كومونتير ان شاء الله يا ربي. في شي فيديو اخر نقدمه لكم على الراس والعين. خليتكم على خير اخواتي، الى فيديو القادم مع شي وصفه او لا مع شي طلبيه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله.